بصوا، شايفين الجدول اللي قدامكم ده بالترتيب ده كده احاد. الاصفر ده احاد، البرتقاني عشرات، الاخضر مئات، وهكذا. تمام. دي لعبة دي ولا ايه؟ امم بصوا بقى الخمسه حطيتها في الاحاد. هنا تحت بيديني ايه؟ القيمه بتاعتها خمسة. تمام. مديني هنا تحت ايه القيمه بتاعتها، وهيديها لي ايه بالصيغه الممتده. طيب، لو جيت مشيت الخمسه كده في العشرات، قيمتها بقت كام؟ 50. 50. حركت الخمسة هنا 500. 500. خليتها في الآلاف. 5000. 5000. اتحركت 10 الآلاف. 10000. اتحركت في مئات الآلاف. يبقى 500000. 500000. اتحركت في المليون. مليون. 5 5 مليون. مليون. 5 مليون. يبقى قيمة كمان الخمسة 5 مليون بس مفيش أكتر. هي في اللعبة دي مفيهاش غير 5 مليون، في أكتر طبعا، بس مش مشكلة، المهم إن احنا نفهم بس ايه وصلنا لها ازاي. طب لو جبت الخمسة هنا، بصوا، بصوا هنا عملها لي بالصيغة الممتدة. الخمسة الأولى نزلت لي خمسة. الخمسة التانية قيمتها اتغيرت، بقت ايه؟ 50. الخمسة التانية بقت 500. التالتة 5000. الرابعة وهكذا. معنى كده ان انا عملت ايه؟ الخمسة هي الخمسة، بس قيمتها اتغيرت من مكان للتاني. صح؟ الخمسة عشان تبقى خمسة ضربتها في كام؟ في واحد. يبقى أكيد الخمسة في الآحاد هتتضرب في واحد تديني خمسة. طب الخمسة عشان تبقى 50 ضربتها في كام؟ في 10. في 10. يبقى الخمسة في العشرات ايه؟ هتتضرب في 10. طيب الخمسة عشان تبقى 500 ضربتها في 100. في 100. يبقى في المئات هضرب في 100. صح؟ الخمسة عشان تبقى 5000 ضربتها في ضربتها في كام؟ ما سمعتش. 1000. 1000. من خمسة عشان تبقى 10000 يا يمنى، ضربتها في كام؟ 10000. في 10000. طيب الخمسة عشان تبقى في 100,000، في 500 يعني 500,000، ضربتها في 500000. 100,000. ضربتها ايه في 100,000 عشان تبقى ايه في مئات الآلاف. والخمسة عشان تبقى في المليون ضربتها ايه في مليون. تمام. يبقى انا اقدر اكتب ايه؟ يبقى انا كل مرة مش لاحظوا كده، الخمسة اللي بعدها 50 ضربت في 10. ال50 اللي بعدها ايه 500 ضربت في 10. يبقى انا كل مرة بزود صفر، يعني بضرب في 10. صح؟
في العشرات هيديني واحد في ايه؟ في المئات. 10 في المئات هيديني واحد في الآلاف. 10 في الآلاف هيديني واحد في 10,000. 10 في مئات الآلاف هيديني واحد في ايه؟ في المليون. ينفع يا مس تبقى تشرحي على صفحة بيضاء ايوه انا عشان أنا هشرح. مش شايفة الكلام. ايوه انا هشرح على صفحه بيضاء، أنا بس هنا دي بشرح لكم البتاع، هو كده كده مكتوب يعني، بصوا هو هنا مكتوب تحت. هي بس دي عشان اللعبه هي ايه، ما مش صفحه بيضاء يعني. تمام طيب. يبقى انا لو قلت لكم 5 في الآلاف هتساوي كام؟ 5 في الآلاف. 5000. 5000. 5 في 10,000. 50,000. 50,000. يوم انت مالك، انا مش سامعه صوتك يا يمنى. نعم يا مس. مش سامعه صوتك ليه؟ مالك؟ لا عادي. ماشي هعديها. طيب يبقى ركزوا معايا كده. يبقى انا عشان انتقل من الآحاد للعشرات هضرب في 10. طب لو عايزة أرجع من العشرات للآحاد هعمل إيه؟ أقسم أيوه. هقسم على كام؟ على 10. على على 10 10. طبعا. يبقى لو همشي من اليمين كده، يعني هبدأ من الآحاد كده وامشي كل شوية شمال كده، هضرب إيه؟ في 10. طب لو هرجع يبقى هقسم على 10. تمام؟ طيب هو ده. يعني تمام. أنا لو قلت لكم مثلا، طب لو قلت مثلا 10 أضعاف عدد ما، معناه إيه؟ بضرب في 10. يعني يعني قده 10 مرات، يعني هضرب في 10. طب لو 100 ضعف يبقى قده كام مرة؟ هضرب في 100. قده 100 مرة يبقى هضرب في 100. طب لو قده 1000 مرة؟ هضرب في 1000. هنضرب في 1000. طب تعالوا نحل. تمام. نفتح صفحة 18. طب الدرس كله عن تغيير القيمة المكانية، يعني الرقم لما يروح في الخانة دي هيبقى كام. هو بيحاول يسخن معانا في المنهج يعني، فايه بالراحة يا معاك، مس هو يعني بيفكرنا هنا ايه. يعني ايه. يعني بيدينا يعتبر تدريجي. يعني كأنك بتاخدي حاجة، يعني الدرس ده هو ده كل الدرس، يعني كل اللي انا قلته ده هو كل الدرس. بس بس اللي هو بيتغير تمام. القيمة المكانية، يعني الأربعة في الآحاد هي نفس الأربعة، بس لو حطيتها في العشرات هتبقى 40، حطيتها في 10 الألوف هتبقى 40,000، حطيتها في الملايين تبقى 4 مليون. فاهماني؟ وعايز يفهمني إن إيه، كل خانة أصغر من اللي بعدها 10 مرات، أو الخانة اللي بعدها أكبر منها 10 مرات، يعني 10 أضعاف. يعني الآحاد، العشرات 10 أضعاف الآحاد. طب المئات 100 ضعف الآحاد. طب الآلاف 1000 ضعف الإيه، الآحاد. تمام.
عشان امشي من الآحاد للمئات هضرب ايه؟ 10 في 10 يبقى 100. طب عشان امشي من الآحاد للألوف هضرب 10 في 10 في 10 اللي هي 1000. عشان امشي من الآحاد لعشرات الألوف هضرب 10 في 10 في 10 في 10 اللي هي ايه؟ 10,000. تمام. طيب دي أمثلة كنا خدنا زيها في سنة تالتة. تمام. لما كنت بقول 10 أضعاف عدد ما بحط صفر قدامه، 100 ضعف أحط صفرين والرقم ايه؟ زي ما هو. طب لو قال لي ايه؟ 100 100 يساوي كام ألف؟ هشيل 100 دي واحط صفرين يبقوا كام؟ والألف دي كام؟ 3 صفار، يبقى هشيل 3 صفار يبقى فاضل لي ايه؟ 10. يبقى 100 يساوي ايه؟ 10,000. تمام. طب لو قلت 1100 يساوي كام ألف؟ مين يقدر يعملها فيكم؟ بس ممكن نعم. حاجة تاني السؤال تاني؟ تاني بقول لو 1100 يساوي كام ألف؟ 1100 بيساوي كام ألف؟ 100,000. أيوة يساوي 100,000. برافو. طب جبتها ازاي؟ اهي الألف اهي، وبعدين هحط 100 ايه؟ 100 صفرين، هشيل 100 واحط الصفرين. وبعدين بيقول لي الألف ايه؟ الألف كام صفر؟ 3، يبقى احذف 3 أصفار من هنا، 1 2 3. فضل معايا ايه؟ 100. تمام. طب هنا بيقول لي 56,000، هكتب ال56 واحط قدامها 3 أصفار. بيساوي كام 100؟ يبقى احذف صفرين، 100 صفرين واحذف صفر صفر، بقى معايا ايه؟ 560. تمام. تمام يا بنات ولا ايه؟ تمام يا مس. تمام يا مس. طب يلا بينا. طيب افتحي الكتاب يا حور، واكتبي لي رقم عشوائي عندك من ارقام من 1 ل9 في الجدول القائمة المكانية اللي قدامك، وانت يا يمنى اكتبي لي هنا على البورد. عشوائية. الارقام اللي تريحك اكتبيها في كل خانة زي ما انت عايزة. تمام يا مس. ثانية عشان بس شغل قلب. ثانية بس عشان مش فاضي. يا مس اكتب الاتنين في كل خانة ولا اكتب الرقم وقدامه صفار؟ لا، اكتبي رقم مختلف، يعني مثلا الأحاد هكتب فيها 5، العشرات فيها هكتب فيها 4، زي ما تحبي.
بس بصراحة مش عارفة. اكتبيه عندك عشوائي في كشكول. مليني طيب يا يمنى. تمام. 7 مم. 8 7 لا 7 8 3 1 0 9 انا بعت يا مس. يعني نشوف. 5 6 1 مم. 0 لا، انا عايزه قيمه، عايزه قيمه في المليار. 3 اللي انا طيب حليت صح الرقم يا هو مس. ايه؟ بشوف اهو بشوف. 3,165,000,000 901,387. ممتازه. قولي الرقم اللي انت كتبتيه يا حور. 8,319,757,422. ممتاز. طيب قيمه الرقم في الآحاد يا يمنى؟ كانت الرقم في الآحاد هي 7 برضه. ها، الرقم اللي في 7. طيب وفي العشرات؟ قيمة الرقم في العشرات 80. 80. طيب وقيمة الرقم في المئات؟ 800. المئات بتاعتك ايه؟ انت حاطة 800 في المئات؟ 300. 300 سمعتها 800. ماشي. قيمة الرقم في الألوف؟ الألوف 1000. قيمة الرقم في عشرات الألوف؟ عشرات الألوف. بس عشرات الألوف 0 أصلا، يبقى ملوش صفر. قيمة يعني. معلش، ثانية واحدة ثانية واحدة. مس، هو احنا ينفع نحط رقم 0 وهو طالب من 1 ل 9؟
اه معلش يا حور، معلش ان لسه بس واخده بالي، هو فعلا لما اختار بيقول لي اختار رقم من 1 ل9، يعني الصفر ما ينفعش، فاختاري رقم مكان الصفر بقى. تمام. بتقولي تمام. كلمة، زعلانه مننا في حاجه؟ نعم. قولي لو زعلانه نصالحك. لا، بقول 2. 2 جنيه؟ ما انت بتقولي كلمه وتجري. طب يلا اللي بعدها. ما قيمه كل مما يلي؟ 2 في العشرات يا حور. لا افتحوا المايك انتوا الاثنين ويلا بسرعه. I love you يا يمنى. love you too. أبدأ. هيا يا حور، 2 في العشرات. 20. 20. 7 في المئات يا يمنى. 400. 700. 8 في الألوف يا حور. 8000. 8000. 1 في الملايين يا يمنى. مليون. ممتازة. 3 في عشرات الملايين. 30 يا حور. مليون. 30 30 مليون، مليون. برافو. 9 في المليارات يا يمنى. 9 مليار. 9 مليار. قدامها كام صفر؟ نعم. قدامها كام صفر المليار؟ 9. 9. 2 في عشرات الألوف يا حور. 20000. 20,000. قدامها كام صفر؟ 4. 4. 5 في مئات الملايين يا يمنى. 500 مليون. 500 مليون. يعني قدامها كام صفر؟ 8. 8، برافو. هنا بقى بصوا بيقول لي 20 10. هشيل ال10 واحط الصفر بتاع ال10 تبقى 200. طب 30 10. احط ال30 واشيل الصفر بتاع ال10 واحطه هنا تبقى 300. طب 20 100 يا حور. لا 810، اسفة 810 يا حور الاول. 8000. 8000. 665 10 يا يمنى. نعم. 665 10 تساوي كام؟ 665 10. ناس. ناس. ها 665 10. يمنى ناس. مش سامعاك يا يمنى، انت شكله عندها وحش. طيب 20 100 يا حور. او حلي الاول جيم لغايه ما هي تيجي. 665 10. السلام عليكم. 6650. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 6650. طب 20 100 يا يمنى. ناس. 20 100. 2000. 20 100. 2000، برافو. طيب 700 100 يا حور. 70000. 70,000. 510 يا يمنى. 5000. 5000.
60,000 يا حور. 60,000. 60,000 برضه. 80,000 يا يمنى. 80,000. 80,000 برضه. 114,000 يا حور. 114,000. 114,000. طيب هنا بقى بيقول لي ايه 10 أمثال. 10 أمثال يبقى هضرب في 10. يبقى 10 في 7 ايه أمثال العدد دي، يعني أشيل كلمة أمثال دي وأخليها علامة ضرب. يبقى 10 في 7 ايه، كان بيقول لي 10 في 7 ب70. طب رقم باء 10 أمثال عدد 2 يمنى. يعني كلمة أمثال يعني كلمة أضعاف يعني أضرب. اه هشيل كلمة أمثال أضعاف دي وأحط علامة ضرب. تمام، يعني 20. 20. طب 20 أمثال 28 يا حور. 10 أمثال 28. 280. 280. 10 أمثال 43 يا يمنى. 430. 430. 10 أمثال 140 يا حور. 14,000. لا 10 أمثال هزود صفر واحد بس تبقى ايه 140. 140 هزود لها صفر تبقى كام 1,400. 100. 1400. 10 أمثال 320 يا يمنى. 3200. 3200. 10 أمثال 190 يا حور. 1,900. 1900. طيب هنا بقى العكس بقى. هنا بيقول لي ايه 8000 بتساوي كام 10. طالما كلمة 10 يبقى هشيل ايه صفر يتبقى 800. طب هنا ايه 45,600 بيساوي كام 100. هشيل صفرين يبقى ايه 546 100. طيب 17,000 يساوي كام ألف يا يمنى. ومين اللي كان بيقول يمنى ولا حور آخر واحدة. كان بيقول رقم زي يعني اه حروف. تقريبا كانت حور. طب يلا يمنى 17,000 هيساوي كام ألف. 17,000 هيساوي 17. 17. 250 10 بيساوي كام 100. خدي بالك أنا هزود الصفر بتاع العشرة الأول قبل ما أشيل الصفرين بتاع 100. 25. 25. 400 10 بيساوي كام ألف. 4000. 4000 أشيل منهم التلات أصفار بتوع. ماشي أشيل العشرة دي وأحط الصفر يبقى 4000. أشيل منهم التلات أصفار لا، بتوع الألف يبقى كام. بس أقصد 4 مثلا هنا، فهو مكتوب آلاف بعديها، فتقصد 4,000. 4 ماشي ماشي. طيب 780 100 يا حور. 78. 78. طب 630 ألف يا يمنى. 'أزود 3 أصفار بتوع الألف وبعدين بس. أشيل نعم. الصفرين يبقوا كام 6000 وإيه. ما يا مس نعم يا مس أنا سامعاكي. أنا سامعاكي سامعيني ولا لأ. تمام كده سامعيني. صح. حضرتك بتقولي ليه؟ بقولك 630 ألف يساوي كام 100. 130. 600 لأ. 130,000. طب ثانية. 6300. 6300.
معلش ثواني بس يا بنات. يلا نكمل يا بنات. طيب ايه رأيكم ناخد الصفحة دي واجب تمارين على اللي احنا خدناه، ونشرح اللي بعده اللي هو الصيغ المختلفة. احنا خدنا حاجة منها قبل كده. ماشي يا مس. طيب تعالوا هناخد الصفحة دي واجب عشان تتدربوا بإيديكم على الدرس ده، ونشرح الجزء الدرس اللي بعده. طيب الصيغ المختلفة احنا اتعرفنا عليها وعارفينها قبل كده، كنا بناخدها في السنة اللي فاتت. تمام. في سنة تالتة كان بيجي لي يقول لي صيغة ممتدة. يعني ايه صيغة ممتدة؟ يعني خد قيمة كل رقم واجمعها الرقم اللي جنبه. تمام. طيب ايه الصيغة القياسية دي او الرمزية؟ يعني العدد زي ما انا هو، يعني مثلا لو عندي الرقم ده كده 25. 25 ده اسم ده اسم الرقم او ده الرمز بتاع الرقم. فده الصيغة بتاعته الصيغة القياسية. يبقى الصيغة القياسية بتاعته اللي هي 25. طب عايزة اكتبه في صيغة ممتدة. هاتلي الأحد لوحده اللي هي الخمسة، قيمتها 5 زائد العشرات 2، هتطلع ورا العشرات بكام؟ ب20. يبقى الصيغة الممتدة ل25 5 زائد 20. طب ايه الصيغة التحليلية دي؟